دايما طموحنا ان احنا نعمل افلام زي الخواجه واحسن كمان. وجود الاستوديوهات دي وجود التسهيلات دي هتخلينا نقدر نعمل الحاجات دي. أفلامنا خلاص هتنافس الخواجة، دي الجملة اللي افتتح بيها أحمد عز ونجوم تانيين كلامهم عن افتتاح استديوهات الحصن في الرياض في حفل عالمي كبير حضروا نجوم من الوطن العربي. شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابه على منصة اكس من حفل الافتتاح، واللي كان فيه حماس كبير للنجوم من استديوهات الحصن اللي تعتبر أكبر استديوهات في الشرق الأوسط وواجهة عربية ضخمة للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. في فيديوهات نشرها تركي آل الشيخ اتكلم فيها النجوم عن رأيهم في المكان. الفنان أحمد عز قال كلام يخلينا كلنا فخورين، قال: أنا سعيد وفخور باللي شايفه هنا، نقلة جديدة في صناعة السينما. ومش بس كده، فكرة وجود استديوهات بالشكل ده في بلد عربي حاجة تبسط. مبروك يا جماعة، وكلنا هنفرح بنجاح الأفلام اللي هتطلع من هنا، وهتكون زي أفلام الخواجة وأحسن كمان. ويكمل الفنان كريم عبد العزيز وقال: كل مرة بنزور اخواتنا هنا ما بنسيبش بلدنا، بصراحة الجولة هنا تفرح وتشرف. استديوهات على مستوى عالمي، مساحات كبيرة، أجهزة وكاميرات على أعلى مستوى، واللي موجود في الاستديوهات هنا حاجة تفرح كل البلاد العربية.